السلام ورحمة الله وبركاته. معكم فيصل عنيزي. اليوم جيكم شرح كيف تشتري عن طريق بطاقة الراجحي بالتقسيط بدون أي فوائد أو أي رسوم من خلال تطبيق نون. الطريقة جدا سهلة ومرة بسيطة. زي ما تشوفون نروح للسلة بعد ما تضيف أي منتج تبغاه، تنتقل إلى السلة زي ما تشوفون. أنا مثلا ضفت الإيباد هذا، راح ننزل لين آخر شيء. نجي هنا زي ما تشوفون تتوفر خطط أقساط شهرية للطلبات لا تزيد عن 500 ريال. نضغط عليه هذا الخيار. زي ما تشوفون هنا طلعنا قائمة الراجحي. شروط الراجحي: اول شيء ان الراجحي يقصد لك 3 شهور او 6 شهور. زي ما تشوفون الفائدة 0 0. رسوم المعالجة ما في رسوم ياخذونها منك الراجحي. زي ما تشوفون هم كاتبين الخطوات هنا بالضبط. اضف السلة تسوق منتجات بقيمة 200 ريال او اكثر، وستظهر لك رسالة الاهلية. زي ما تشوفون تطلع لك انه يمديك تقسط وزي كذا. اذا كانت الخطوه الثانيه زي ما تشوفون، اذا كانت سله التسوق الخاصه فيك تحتوي على عناصر بقيمه 200 او اكثر، فيوجد خيار الدفع بالتقسيط. زي ما تشوفون نفس هذا الخيار بالضبط يطلع لك. والخطوه الثالثه عند عمليه الدفع، اذا ضفت بطاقه جديده او ضفت بطاقه محفوظه من البنك، يعني لازم تضيف بطاقتك البنكيه. يقدم لك اقساط سهله. اوكي، تظهر لك خطات المتاحة. ما عليك سوى تحديد الخطة اللي تريد وتقدمها الطلب. زي ما تشوفون بس تحدد الخطة وتقدم الطلب. موجود زي ما ذكر الخطة 3 شهور و6 شهور. طيب هل هذه بطاقات الراجحي العادية اللي هي بطاقة مدى؟ لا، هذه البطاقة ما تضبط عليها البطاقات الائتمانية. بطاقات اللي تضبط عليها هذه الخدمة بطاقات الفرسان، وبطاقات الكشباك الائتمانية، وبطاقات الائتمانية العادية، وفي بطاقة ناس إذا ما خاب ظني. بس هذه البطاقات اللي تضبط فيها انك تقدر تاخذ منها اقساط. لازم تكون عندك هذه البطاقات وكلها بطاقات ائتمانية عشان تقدر تاخذ اقساط. اما بطاقة مدى العادية حقت الراجحي ما يمديك انك تاخذ فيها اقساط. حتى بطاقة المدى او بطاقة فيزا حقتهم الكاش باك العادية مو الائتمانية ما يمديك تاخذ فيها اقساط وزي كذا. وبس انتهيت المقطع. اتمنى اني افدتكم بهذا الشرح، ولا تنسون اللايك واشتركوا القناة. يلا مع السلامة.